السلام عليكم. الله يسعد المساء. عواشر مبروكين ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحة وطول العمر وراحة البال. انا هي اللي جوجت بنت خويا لولدي، واللي دارتو ليا صدمة. انا جميلة عايشة في فرنسا، انا وراجلي وولدي طلعت به من هاد الدنيا، ولدت ولد واحد صافي، بغيت نولد ما كتبش الله. المهم كان كون نجي تنهبطوا فيه للمغرب، الناس كتهلا فينا وكتخلي ما تجيب لينا والعراضات، وخويا ما يخلي ما يدير ليا ويجيب لي كاع اللي خصتني ويشري لي الحوايج، ومرتو حتى هي تجيب لي داك الصابون البلدي والطبريمه وداكشي كامل ديال المغرب كندوه ما شاء الله، وتجيب لي الحنايه وتحني ليا، وكنكملوا العطله ديالنا فواحد الدويره شاريها في سيدي بوزيد. المهم كل عطله كنهبطوا للمغرب، حتى واحد النهار تفاجأت بخويا كيعيط لي في التليفون كيقول لي اختي الا كنت عزيزي عليك بغيت نطلب منك واحد الطلب. قلت ليه مرحبا تفضل اخويا. قال لي بغيتك باش تدي لي بنتي لتما تخدم. قلت لي اوكي اخويا، اللي كانت الاستطاعه ديالي اوكي، المهم واخا يكون خير. مشيت كنهضر مع ولدي، قلت لي ولدي راه بنت خالك بغات تجي بغات تخدم هنا، الله يعطيك الرضا وليدي. دار لها غير هكا عقد، من لما بغيتيها جيت حتى لهنا وديك الساعه تفارق معاها تقاد وريقاتها، وديك الساعه كل واحد يشد الطريق. قال لي امي بعدي مني خاطيني من هاد المشاكل ما عندي ما ندير بهم، الله يرحم لك الوالدين. قلت لي الله يعطيك الرضا وليدي، دار لي خاطري وهذه قال لي صافي اوكي. هبطنا المغرب، فرحوا بينا ما خلاو ما داروا، زغرتوا داروا عرضوا على الناس، حطونا الصراحه في عينيهم، ما خلاو ما داروا علينا. وشكرا بزاف وخيركم ما نساو لكم وطلعتي معايا مرا ونص وانت يا اختي ولا خصها شي حاجه، والمهم مسائلها بفلوسها بكل شيء راه انا غادي نتكلف، نتوما غير قادوا لها وريقتها. فعلا عقدنا، قلنا لهم وقادوا لها وريقتها، مشينا لتماك فرنسا، قادينا لها وريقتها مسائلها. جات البنت صيفطها باها جالسه معايا في الدار واكله شاربه ما خصها حتى الخير، اش بغيتي ديري هادي شوفي يا بنتي الله يرضي عليك. زعما كنت نعاملها حيت بنت خويا اكثر من تكون بنت خويا. خويا فاش كنمشي للمغرب ما كيخلي ما كيديرها لودي، زعما ديرها بحال بنتي. كنقول ما رزقنيش الله بنت جابها لي الله، الا كاع ما بقاتش مع ولدي. المهم راهي خدام وراهي ساكنه معايا وبخير وعلى خير، ما يخصها حتى حاجه. كنمشي لخدمتي تنجي للدار تلقى السيده قايمه بالشغل الدار، وما كنقول لها حتى شي حاجه، اللي دارتها واللي ما دارتهاش ماشي مشكل. المهم السيده ما خصها حتى خير معانا، واكله شاربه، كندفع ليها في الخدمات هنا وهنا وهنا، وانا نشوف لها واحد دفعت لها في واحد لاجونس ديال الخدمه ديال الناس في الديار هكا. وبقيت لهم يعيطوا لها غدا يعيطوا ليها، السيده جالسه في الدار واكله شاربه ناعسه متمونكه. ولدي ما ساكنش معايا، على حسب ساكن مع الدراري صحابو لان قريبين ليه الخدمه فين تيخدم. يعني ولدي انا ما ساكن معاياش في الداري، كاينه غير انا وياها وراجلي. واخا بقينا على هاد الحال، تعيطوا ليا في الخدمه وما يقولوا ليا في الشركه اللي دفع في لاجونس اللي دفعت لها فيه الخدمه ديالها. المهم قلت للدري عيطت لها كنصوني في التليفون ما كتجاوبنيش. قلت علاش درت، قلت بلاتي نمشي يقدر داك البوست ديالها يعمر دغيا ولا شي حاجه، نمشي للدار ونخبرها تعود ناعسه ما سمعات ولا شي حاجه. جيت للدار درت الساوت في الباب، بغيت نفتح الباب ما بغاش يتفتح ليا، يعني السيده سد الباب من الداخل. تندق ونوقف ندق ونوقف ندق ونوقف، بقيت واقفه شحال عاد باش خرجت ليا، شافتني وهي تصدم. عمتي قلت لها مالك شحال وانا كندق، كنتي ناعسه ولا شنو؟ قالت لي كنت ناعسه.
السيدة بحال ما بغاتنيش ندخل لداري، بحال كتحاول تمهمها وتوظف الهضرة المهم وأنا ندخل. دخلت كنلقى راجلي تا هو خارج من الدوش وجاي. قلت له: أنت اش كدير هنا؟ أنت ما كاينش في الخدمة؟ قال لي: لا ضرني راسي وما قدرتش نمشي. صراحة تشوكيت أنا، الخلعة طاحت لي في ركابيا، بحال علمت كاينة شي حاجة بحال إلا طلعت لبيت النعاس. كنطل كنلقى داك بيت النعاس كله مرون، مع أنني أنا ما كنخرج حتى كنقاد بيت نعاسي ونصاوبو نقادو عاد كنخرج، كنلقى داك بيت النعاس حالته كله مرون. المهم سكت ما قلت والو. خرجت قلت لها: شوفي انا راه جيت لك على حساب الخدمه باش تخدمي، رايتو ليا الناس. هو يقول لي دق ليا الراجل، هو يقول لي: كيفاش الخدمه؟ اش بغيت تخدم عندك الشرف؟ بقات تهزو تحط هي عندها صحتهم ديك الريحه ديالتهم الخانزه، وانا نقول لها: اش قلتي انت دابا في الخدمه اللي جبت اللي دبرت لك عليها؟ هي تقول لي: صراحه صعيبه بزاف. انا نقول مع راسي: ولا دابا صعيبه بزاف، كنتي بغيتيها تخدمي فيها شنو ما لقيتي دابا وليتي كتشرطي. المهم خرجت مشيت في حالاتي، عيطت لولدي قلت له: حمزه؟ قال لي: نعم ماما. قلت ليه: جي نتلاقى انا وياك. مشيت انا وحمزه، جا ولدي، تلاقيت انا وواحد الكافي، بقيت كنعاود ليه ها كاين وها كاين وها كاين. قال لي: ماما شوفي انت دابا ما تقدريش تثبتي عليهم شي حاجه، لان كيدخلوا تيسدوا، انت وحدك كتدقيهم راك يقادو مسايلهم يلبسوا حوايجو وهي حوايجها، ويخرج هو يمشي يتخشى في الدوشه، تخرج انت تدخلي انت وخرج، ولا يتخبى، ولا بزاف د الحوايج، يعني ما تقدريش تثبتي عليهم شي حاجه. المهم واش غادي نديرو؟ غادي نحطوا لهم كاميرا في بيت النعاس، وهي غادي تبقى تسجل كلشي، وكاميرا ورا انت كتشوفي كلشي اللي واقع تما. ايوا هي هذيك فعلا. مشيت شديت كاميرا، جبتها طبقتها ريقلتها في بيت النعاس وبرونشيتها مع التليفون. ايوا مشات شيامات باش يزغمهم الله، وهي تجي وهي دخلوا لبيت الناس، قالت السيده معاه بحال الا الراجل مع مراته في الدار، وانا تنتفرج تنشوف داك العجب. ما طلعت عرفت ما ندير، جاتني في راجلي وبنت خويا، اش غادي ندير؟ اتفقنا انا وولدي باش نهبطوا المغرب ونحيدوا لها وراقيها وتبقى تما. فعلا قال لها: شوفي، انا قلت لراجلي: شوف هاد الدار اللي عندي راه كيعيطوا لي الجيران، قالوا لي كاينين صفاره هنايا، جي ديري شي باب ديال الحديد على الباب ديال الدار عندك، راه كيجيو كيفرقوا على البيبان كيسرقوا ديال صحاب الخارج. قال لي راجلي: وايلي على ما كاين عساس. قلت له: اش من عساس؟ ومني انا ما نمشي نديرو من نيت ندي معايا البنت تشوف عائلتها وترى نشوف احبابي ونجيو. هي هذيك شفنا واحد بروموسيون كان ديك الساعه في طياره ناقص شويه، طياره لمراكش. جينا جمعت لها حوايجها في شنطتي درت فيها حوايجها هي، سحبهم واش ديالي، ودرت شنطتها هي فيها الحوايج ديالها في رقم بوين الشنطات. قلت لها: اش غديري؟ هاكي انت دابا سيري سبقينا حنا غنقضيو الغرض وغادي نوصلوا عليك. فعلا مشينا حنايا لدارنا سيدي بوزيد انا وولدي، جلسنا ضحكنا شفنا الجيران جمعنا. داز نهار صونات عليا، داز نهار الاخر صونات عليا. المهم ما جاوبتهاش النهار الثالث وهي تصوني عليا: وفينك عمتي تعطلتو؟ قلت لها: ايه اش بغيتينا يا الشيطه، هي الكلبه، يا الحقيره، هذاك هي ثقتي فيك. كان عندي تصاور كلهم فوق بيت النعاسي انا وراجلي، يا الحقيره، يا الزباله، يا المسخه. والمفاجاه اللي تفاجأت، هي امها شدت منها التليفون، اللي هي مرات خويا اللي هي امها، تقول لي: شوفي درتو هاد القلب لبنتي بالعاني وجبتوها، ولكن واخا دابا تشوفوا. قلت لها: متفقه انت وراجلك بالعاني درتو لها هكا باش تردوها للمغرب، ولكن والله ما بقات فيكم، والله دير لكم. هذه راه حاشاك امها باش ما تقول لبنتها شنو هادشي درتي، قلبوا كلشي ضدي انا. قلت لها: شوفي عندك جوج كلمات غادي تسكتوا، ولا هاد الفضيحه هاد التصاور
غادي نصيفطهم لكاع العائلة، ومن بعد اللحم في التواصل الاجتماعي حتى العالم غيشوفها، وغندير ليها فضيحة. من الأحسن غير سكتو. صافي زدت أنا وولدي، حقيرة بقات مع عائلتها. مشيت لداك الجيفة ديال راجلي، ما رضيتش قدام العائلة نقولوا راه داروا، وفي الاخر طلقت منه، خليته حاشاكم بحال شي بوينيك عندي في الدار زي الناقص. لا انا قلت ليه اش درتي، ولا انا قلت ليه ها وقع وها وقع، ما عاودت ليه حتى شي حاجه، بقى زيد ناقص عندي في ديك الدار. وولدي راه في خدمته، وديك الحوتله تفرقنا معاها. شوفوا الدم والعائله في وسطنا. هاد الزمان من الاحسن الانسان ما باقيش يدير الخير. درت في سيده خير اللي هي بنت خويا، في الاخر دات ليا الراجل ودارت ليا المشاكل. كون بقات واحد شويه ما علم الله شنو غيوقع. كل لقيت راسي مطلقني السيد ومتزوج بيها، والله الله اعلم كاع اش غيديروا هو وياها من وصلوا حتى لهاد المرحله هادي. ايوا دير الخير وفي عائلتك، ماشي حتى شي واحد. كنا هي شي واحد براني جنف وتقول هذاك غير براني ما كاع اللي دارت راه جاري. المشكل عائلتك. وخويا تا واقلب وجهه بحال ما عمرو عرفني، من هزيت التليفون من نعيط ليه نقول يا خويا ها كاين وها كاين، راه ما تبليتش على بنتك، راه دارت. سيد قلب عليا وبلوكاني من تليفونه ومن تليفون مرتو. يعني هاد الزمان ما كاين لا خو ولا خت، واخا ما خصنيش نقول هاد الكلمه، وماشي كلشي بحال بحال صراحه. ولكن شوف هذا راه خويا ومرت خويا، شوفي اش داروا فيا وبنتهم. ماشي قالوا لي لا راه بنتنا اللي غلطه ولا شي حاجه. ردوني انا هي اللي ما مزياناش، وانا هي اللي ما كنسواش، لان فعلا ما كنسواش، لان ولدي رفض وانا اللي طلبت عليها.